مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها المدرب الفرنسي آلان جيراس، حيث يقول بالنص أن ياسين عدلي ومايكل أوليز في منتخب الجزائر. سنشاهد كل تصريحات آلان جيراس في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك ليصلك منا كل جديد. كما نعلم أنه في الآونة الأخيرة انضم العديد من اللاعبين المزدوجي الجنسية إلى منتخب الجزائر، مثل أمين غويري وفارس شعيبي وريان أيت نوري وحسام عوار وبدر الدين بعناني وغيرهم من اللاعبين. وكما نعلم أيضا أن جمال بالماضي يسعى لتدعيم صفوف المنتخب بلاعبين آخرين، ومن أبرز أولئك اللاعبين هم ريان شرقي ومايكل أوليز وياسين عدلي ولاعبين كثر. قد أثار المدرب الفرنسي آلان جيراس إمكانية انضمام كل من ياسين عدلي ومايكل أوليز إلى المنتخب الوطني، مشيرا إلى أنه لن يتفاجأ إذا حدث وانضم اللاعبان، ولن أتفاجأ إذا رأيت اللاعبان بقميص منتخب الجزائر في التربص القادم. وقال المدرب الفرنسي في حوار مع صحيفة النصر الجزائرية الناطقة بالعربية: الخضر يملكون لاعبين جيدين، وكل لاعب من أصل جزائري يحلم باللعب للجزائر. وفي النهاية، ما رأيك في تصريحات آلان جيراس؟ والسلام عليكم ورحمة الله.